السؤال اللي بعد كده معانا عن سهم القاهرة للخدمات والتعمير، القاهرة للخدمات التعليمية. السؤال بيقول إن أنا دخلته عند 89. نشوف ال 89 دي فين؟ يا نهار أبيض. آسف 89 دي قمة عالية جدا. طيب هنا كده دي منطقة ال 89 اللي الأستاذ بيتكلم عليها. طيب ليه دخلته من هنا؟ أنا أرجح، وفي يعني ناس كده بدأت ألقطها في تعليقاتهم حتى، هو بيخش مثلا على صندر أو أيا كان التطبيق اللي هو فيه، مع الاحترام للجميع، يلاقي انها قعدت 3 4 ايام صعبه، فيجي هو في اليوم الخامس يشتري، يفاجئ انها قلبت بيه ونزل. طيب ايه الوضع؟ لا هي هبط لحد فين؟ هبط لمناطق الاوردر بلوك دي. ده اوردر بلوك. ليه ده اوردر بلوك؟ لانه قدر يكسر قمه قديمه. طيب نيجي نوضح اكتر. لما تنزل بقى الفريم الصغير تبدا تشوف حاجات افضل. دي مناطق اوردر بلوك. هنا فير فاليو جاب، ده الانديوسمنت. ده افضل مكان ينزل له. خلينا نرسمها بالخط احسن. اسحب دي، هات خط للمنطقه دي. يعني هو مبدئيا هينزل لل 65. من ال 65 نبدا نرجع حركه، نشوف هيروح لفين. حضرتك جايبه من 89، انا رايي توقف فيه خساره. البورصه صاعده اليومين دول وفي اسهم كتيره ممكن تعوضك، فرايي انك توقف خساره دلوقتي. ده بالنسبه للسهم اللي احنا فيه.